تخيل إن أقرب الناس ليك يبقى هو نفسه المتهم اللي سرق شقتك. إيه اللي حصل مع الفنان أحمد شيبة؟ القضية بدأت من الإسكندرية وتحديدا منطقة بيانكي بالعجمي. الشرطة استقبلت بلاغ إن شقة الفنان أحمد شيبة اتسرقت وهو مش موجود. على طول قوات الأمن نزلت وبدأت التحريات، وهنا كانت الصدمة. التحقيقات كشفت إن المتهم الأول في القضية دي هو ابن أخت أحمد شيبة. مش بس كده، المتهمة التانية كمان طلعت أخته من الأم. التخطيط لجريمة بدأ من شهر كامل. المتهم عرف إن خاله في الساحل الشمالي فاستغل غيابه واقتحم الشقة، وبعد ما خلص العملية خبى المسروقات عند أخته. أما المسروقات دي كانت عبارة عن حوالي 800 ألف جنيه مصري و5000 دولار و825 درهم إماراتي و100 يورو و145 دينار تونسي و1000 ليرة لبناني، وكمان غير المشغولات الذهبية. يعني غنيمة بمئات الآلاف من الجنيهات اتاخدت في لحظة. وقوات الأمن تمكنت من القبض على 3 متهمين في القضية دي، وكمان تمكنت من استرداد جزء من المسروقات. والنيابة برئاسة المستشار مصطفى العيسوي أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، والتحقيقات لسه مستمرة علشان يكشفوا كل التفاصيل. تفتكروا ايه اللي يخلي اقرب الناس ليك يخون ثقتك بالشكل ده؟ هل هو الطمع ولا الظروف اللي بتغير النفوس؟ ما تنساش تكتب لنا رأيك تحت في الكومنتات.